اوعي تاني قشر البرتقان ترميه، هاتيه كده وحطيه في الازازه، وانا هقولك على حته وصفه قالت لي عليها ستي، بس بجد تحفه وما صدقتش ابدا النتيجه. يلا صلوا على النبي في الكومنتات واعملوا شير ولايك. وهاتي بقى قشر البرتقان اللي انتي بترميه، اغسليه كويس جدا بالشكل ده، وابتدي بعد كده قصقصيه بالمقص زي ما انا بقصقصه كده، قصقصيه بقى قطع صغيره. عايزه اقولك ان الوصفه دي بجد تحفه، يعني طبعا جدتي ما بتقولش على حاجه وبتطلع غلط، ومش جدتي بس، الناس الكبيره مفيش حد بيقول حاجه وبتطلع غلط. عايزه اقول لكم كمان وفرت فلوس كتير جدا، انا وفرت فلوس كتير كنت مضيعاها على منتجات ملهاش تلاتة لازمه. هنعملها في البيت النهارده بحبه قشر برتقان كده، يعني هتجيبي البرتقان تاكليه وتستفادي بيه، وتاخدي القشر بتاعه وتستغليه زي ما انا عملت كده. بس كمان قولولي بتفضلوا العرض الصامت ولا الصوتي، ومن اي بلد بتشوفوني، وكمان قولولي شفتوا الطريقة دي قبل كده ولا اول مرة تشوفوها. هنقصقص كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده على طول بقى احنا طبعا غسلناه ونضفناه وخليناه زي الفل. بعد كده هنجيب ازازة مية نظيفة، عندنا دي ازازة فاضية. ابتديت ان انا انزل قشور البرتقان كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي سهلة جدا وهتنفعك في حاجات كتير جدا، بس كملي معايا الفيديو وكمان قولولي بتحبوا العرض الصامت ولا الصوتي. هننزل كل القشر كده بالشكل ده، هخلص بقى كل الكمية واقول لكم بعد كده هنعمل ايه. بعد كده على طول بقى هنجيب معانا ايه، خل الطعام الابيض. هنجيب نص كوباية من خل الطعام، هنحط كده في الازازة على طول. حطيت طبعا علشان ما تدلدقش مني، حطيت حوالي نص كوباية من الخل الابيض، وبعد كده كملت الازازة بالمية بالشكل ده. هنقفلها بقى كويس قوي ونرجها ونسيبها يومين على الرخامة، بس هنلبسها كمان كيس غامق. وبعد كده بقى نبتدي ان احنا نصفيها بقى ونحطها في البخاخ بتاعنا، وهنعمل اقوى معقم يا جماعة هتعقمي بيه بيتك. بصوا حاجة كده تحفة، للتواليت للرخام للبوتاجاز، بصوا لغرف النوم للخشب لكل حاجة. رشي منه بالفوطة وامسحي، وبصي هتدعيلي لانك هتوفري فلوس كتير جدا. بتروحي تجيبي بيها ديتول عشان تعقمي بيه، لا انت النهارده هتعملي اقوى معقم في بيتك من قشور البرتقال او قشور الاستفندي، وبشويه خل وميه تركنيها كده علشان بقى تنزل كل الخلاصه اللي فيها في قشر البرتقال، ونستخدمها بعد يومين وزي ما قلتلك هتنفعك. اذا عجبتك الفكره بتاعتنا ما تنسيش الشير واللايك.